صباح الفل يا شباب، عاملين ايه؟ وحشين كتير جدا جدا جدا. النهارده ان شاء الله معانا موضوع مهم ويهم كل شخص لسه ما سافرش. الموضوع بتاعنا قبل ما نخش فيه، يا ريت لو انت لسه ما اشتركتش في القناه تنزل تشترك، تدعم اللايك الحلو بتاعك، تدفع زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو مهم جديد احنا بننزله. الموضوع بتاع النهارده موضوع يعني انا بعتبره موضوع خطير شويه، ومش من الناس اللي بتحب تتكلم فيه كتير. مش بحب افتح الموضوع ده، بس انا لقيت الفتره اللي فاتت ناس كتيره جدا عماله تكلمنا عن الموضوع ده وتبعت اسئله فيه وبتاع، فانا اضطريت ان انا اعمل الفيديو ده. هو كده كده اصلا كان في يوم من الايام هعمل الفيديو ده، بس كنت مستني ان انا اظبط شويه حاجات عشان اقدر اعمله. بس الموضوع طلع مستعجل شويه، فانا هعمل الفيديو ده مؤقتا على ما ينزل الجزء الثاني بتاعه. فعشان ما اطولش عليكم، يا ريت تتابع الفيديو من بدايته لنهايته، لانه هيهمك جدا لو انت بتفكر في موضوع السفر. خش على الموضوع على طول. بص بقى يا سيدي، اولا ناس كتير جدا بتبعت لي وتقول لي عن الهجره غير الشرعيه او السفر الغير شرعي. الناس اللي عايزه تركب البحر وتيجي. انا كنت فعلا اتكلمت في الموضوع ده في اكتر من مره في الفيديوهات بتاعت الاسئله، وكنت بنبه يا جماعه في ناس كتير عايزه تسافر عن طريق مش عارف، تيجي من مصر على تركيا مثلا، على مش عارف على ايه على ايه على ايه, عشان تيجي تخش ايطاليا في الاخر. يعني انا كنت جاوبت على اسئله كتير من النوع ده في الفيديوهات بتاعت رد على الاسئله، لكن ابتدى الضغط يجي في الفترة اللي فاتت. الناس بقى اللي عايزة تركب مركب وتيجي تعدي البحر دي، انا النهارده ان شاء الله هكلمك في الموضوع ده نقطة نقطة، وهتشوف فعلا اذا كان فعلا ان انت عايز تخاطر بحياتك وتركب مركب وتسافر ايطاليا وكده، وايطاليا تستاهل ان انت ترمي بنفسك في البحر عشان خاطر تسافر ولا لا. فالنهارده هنتكلم نقطة نقطة بالتفصيل، هنشوف في مخاطر مفيش مخاطر، ايه اللي بيحصل، كل ده هنعرفه في فيديو النهارده. بص بقى يا سيدي، خليك كده واقعي وشغل دماغك ونشوف هل فعلا عايز تسافر بالطريقة الغير شرعية او الهجرة غير شرعية، او تركب مركب وتسافر، يعني صح ولا غلط. اول حاجة، الراجل بتاع المركب ده مش هيسفرك ببلاش. يعني انت هتحتاج تدفع مبلغ كبير عشان خاطر تركب المركب وتعدي الناحية التانية عشان تخش ايطاليا. دي نقطة. المبلغ الكبير ده مش هيقف على كده، لا، ان في ناس سمعت منهم وهم جايين عن طريق البحر اتمسكوا واتحبسوا في ليبيا واتدفع لهم فدية عشان خاطر يتسابوا ويكملوا طريقهم ويركبوا المركب عشان يجوا ايطاليا. فانت هتدفع، ممكن تدفع مبلغ كمان، ده غير طبعا قعدتك في ليبيا وايطاليا. لما تيجي في الاول كل ده محتاج مصاريف عاليه جدا، ليه؟ عايز تاكل وعايز تشرب، وفي امور كتيره جدا هتعدي عليها محتاج فيها الفلوس. ما تفكرش ان انت هتلبس الجاكيت بتاعك وتسافر على ليبيا ببلاش وتركب مركب ببلاش برضو ويدخلك ايطاليا، وايطاليا تقول لك تعالى حبيب قلبي خد فلوس وخد واعمل. وخلي بالك، انا ناس كتير جدا كلمتني وجا عن طريق البحر وقاعدين في مخيم او معسكر، يعني للناس اللي بتبقى لسه جايه ايطاليا عن طريق البحر. اولا انت بتاكل وبتشرب في المخيمات دي، بس مالكش انك تطلع من المكان، عامل زي ما يكون كانك في سجن بالظبط. مالكش انك تطلع من المكان، ما تختلطش بحد بره خالص الباب او بره السور ده. دي حاجه. الحاجه التانيه، ناس كتير هتقول لك ده بيدوا فلوس وبيعملوا وبيسووا. لا، ما بيديش فلوس، ده هو بيديك في الاسبوع كله 10 او 20 جنيه، يعني اللي هو اصلا مبلغ لا يستحق المجازفه كمان. فانت 10 20 جنيه في الاسبوع كله هتعمل بيه ايه يعني؟ ده ما يجيبلكش ازازتين زيت. فدي نقطه. نقطه كمان يا سيدي، بما انك عايز تغامر وتسافر والكلام ده كله، طب ما انت بالفلوس اللي انت هتصرفها دي كلها، بدل ما تروح تبيع ارضك ولا تبيع بيتك ولا ترهن البيت ولا تستلف يمين وشمال، فانت ممكن اصلا الفلوس دي كلها تفتح بيها مشروع في البلد اللي انت فيها، وان شاء الله هينجح. يعني ما اصل ما حدش، يعني ربنا مش هيسيبك تفتح مشروع وتخسر، اكيد ربنا هيبعت لك رزق يعني على حسب احتياجك. فما تعتقدش ان انت هتسافر ايطاليا ببلاش، يعني انت هتاخد الجاكيت وتطلع ايطاليا. انا شفت فيديوهات كتير الفتره اللي فاتت دي، ناس عم تعمل فيديوهات وتقول لك ده ايطاليا من البلاد اللي بتطلب السفر اليها وبتديك فلوس ومش عارف بتشتري البيت كله بجنيه بس ليك مده محدده تخلص فيه البيت، يعني تشطب البيت، بتبقى بيوت مهجوره وكده.
عشان محتاجين ناس في بعض المناطق في ايطاليا. مفيش الكلام ده، يعني انا بخش اكتب لهم تعليقات، انا مفيش الكلام ده في ايطاليا. ايطاليا ما بتطلبش، ايطاليا اصلا لو عايزاك تسافر ومحتاجاك فعلا هتسهل عليك السفر، ولا هتقول لك حساب بنك، ولا هتقول لك اي حاجه. يعني ايطاليا هتيجي هي تقول لك تعالى، تمام. زي ما بيقولوا في بعض الفيديوهات الواحد بقى بيشوفها اليومين دول، ان هي هتفتح لك باب السفر وهي مش هتصعبها عليك زي ما هي صعب عليك دلوقتي. يعني انت عشان تروح السفاره اصلا ده لو اتقبلت بتعمل المستحيل وفي الاخر يا بتقبل يا لا. دي حاجه. فاللي يقعد يعمل لك فيديو يقول لك مش عارف ايطاليا طالبه ناس عشان في بعض المناطق في ايطاليا مليانه عواجيز مثلا ومحتاجين شباب وتتجوز من واحده ايطاليه مش عارف يديك فلوس. مفيش الكلام ده اصلا. ايطاليا ما بتعملش ربع اللي بيتقال في الفيديوهات ده، ودي كلها معلومات خاطئه عشان خاطر الناس تزود المشاهدات. يعني انا نفسي بخش اكتب لهم تعليقات كل اللي انتوا بتقولوه ده هعاجن يعني وهبل وكده. الكلام ده ما بيحصلش في ايطاليا. ايطاليا اصلا عندها عدد زياده، فبقت بتصعب موضوع اصلا ان انت لما تيجي ايطاليا عن طريق هجره غير شرعيه بقت بتصعب عليك اصلا ان انت تعمل ورق فيها. يعني بقى الموضوع بقى صعب كمان. لكن هي لو عايزاك اصلا هتسهل عليك الامور من وانت لسه في مصر مثلا، هتفتح لك السفاره من غير ما السفاره تصعب عليك بقى تقول لك لازم يبقى عندك حساب في البنك مش عارف 150 الف جنيه ومش عارف لازم تبقى معاك ايه ولازم عندك ضمانات ايه. ما كانتش هتعمل كل المواضيع الصعبه اللي بتصعبها على الناس دلوقتي. فلو ايطاليا عايزاك هي هتسهل عليك الامور خالص ومش هتتعبك في حاجه خالص. فكل اللي انتوا بتسمعوه في الفيديوهات ده عجن وهبل وما بيحصلش اصلا في الحياه الواقعيه. دي ناس لسه قاعده في بيوتها بتعمل لك فيديو عشان خاطر توهمك بحلم السفر وان اوروبا ما زالت جنه. ولكن في الحقيقه عايز تعرف الحقيقه اعرفها من الناس اللي عايشه في البلاد دي. فسيبك بقى من اللي يقول لك في فيديو ايطاليا مثلا عايزه ناس مش عارف قد ايه وناس ايطاليا مش عايزه حد. انا مش بقفلها في وشك، بس انا بقول لك الواقع عشان مش تروح تتفرج على فيديو تقول له ما ايطاليا هي سهله ايه. ما حبيب قلبي ما هي لو سهله هتخلي السفاره بتاعتها تفتح لك الابواب بتاعتها، وان انت تروح تقدم بالبطاقه وتقول لهم انا عايز اسافر يقول لك اتفضل يا حبيبي. طالما هم محتاجين ناس هيفتحوا حاله. الكلام ده ما بيحصلش، ودي ناس بتعمل مجرد كلام عشان خاطر تزود مشاهدات مش اكتر. دي نقطه. النقطه الثانيه، الراجل بتاع المركب لما هيجي يعني ياخدك من ليبيا عشان يوديك ايطاليا مش هياخدك في حضنه ويقول لك خد يا حبيبي البس جاكيت من البرد والسقعه وانت راكب سفينه تايتانيك. الكلام ده مش هيحصل. انت اصلا هتركب مركب مخرمه من كل حته عامله زي المصفى. دي نقطه. يعني مراكب بمعنى اصح هلكانه، مراكب ميته، مراكب صيد، مش مراكب وسفن كبيره. يعني انت ممكن اصلا تركب قارب اللي هو الصغير ده وعدد فوق المتوقع عليه. يعني مثلا لو نفترض القارب ده بياخد 20 واحد، انتوا ممكن تبقوا فوق ال100 في القارب ده. فالموضوع صعب. غير كده مش بيوديك ايطاليا، ده هو بيقول لك نط في وسط الميه عشان تكمل انت سكتك عوم. ف يعني اللي ما بيعرفش يعوم هيموت مثلا. عشان كده حبيب قلبي في ناس كتيره جدا لما بتيجي تسافر عن طريق البحر، لما بتيجي تخش ايطاليا يا بتترحل يا بيدخلوك ايطاليا بس بتتعذب وبتقرف في عيشتك يعني وبتكره نفسك. دي نقطه تانية. النقطه الثالثه، الغالب اللي بيحصل محدش بيوصل اصلا والناس كلها بتغرق في البحر. هل انت عايز بقى تروح يعني تستلف ومن الناس كلها فلوس وعشان تسافر وعشان تركب مركب ميتة عشان كل ده تيجي تقطع البحر وتموت فيه؟ يعني انت بتستلف فلوس عشان تروح ترمي نفسك وتنتحر. فاكيد الموضوع مش سهل يعني. ثانيا ده اصلا يعتبر انتحار. انت عارف اصلا السكه دي غلط واسمها هجره غير شرعيه، فبالتالي اصلا يعني كل امورها غلط في غلط. انت عارف ان السكه دي غلط وعارف ان المركب اصلا انت رايحها دي مركب هلكانه وميته، وعارف ان الراجل اللي هيعديك من ليبيا مثلا لايطاليا مش هيوديك لحد ايطاليا، ده هيرميك في وسط الميه ولا قرب حدود ايطاليا على البحر، هيقول لك نط هيروح يمسك نفسه. يعني خلي بالك اللي انت بتعمله ده اسمه انتحار. الفلوس الكتيره جدا اللي انت هتقعد تستلفها ومش عارف تبيع ايه وتعمل ايه، الفلوس دي انت ممكن تفتح بيها مشروع في نفس البلد اللي انت فيها. وربنا صدقني يعني ربنا مش هيسيبك وهيبعت لك باب رزق وهيكرمك. يعني اكيد مش هتقعد تفتح مشروع وتقعد تمد ايدك للناس لحد ما الناس هتعرفك، لحد انك قاعد فتره من غير شغل لحد ما الناس تعرفك والناس هتجيلك المشروع بتاعك او المحل بتاعك. كتير جدا. انا اقول لكم على حاجه، في الفتره اللي فاتت في قصور وفلل اتعملت في مصر، وقال لك القصور والفلل دي للناس اللي عايشه بره يعني. وفي الواقع اللي حصل ايه، ان اصلا اللي اشترى القصور والفلل دي ناس عايشه جوه مصر نفسها، مش ناس عايشه بره ولا حاجه. فخلي بالك في ناس كتيره جدا جدا جوه مصر ناجحه. مش لازم انك تسافر عشان يبقى معاك فلوس. انت لو سافرت اصلا يعني انت عندك الغاز اصلا لوحده غالي موت، غالي موت يعني اللي هو ذبح ماشي. ايجارات غاليه جدا،
الاكل والشرب اسعاره زادت، فانت عندك كل حاجه اسعارها ضربت لفوق. ما تفتكرش ان مثلا مصر لوحدها الاسعار فيها ضربت، لا، العالم كله الاسعار فيه ضربت، والاسعار كتير جدا ما بقتش متحمله العيشه وصعوبه الحياه والاسعار الغاليه. يمكن مثلا في مصر في يعني المنتجات اسعارها زاد، بس يعني اسعارها زاد بزياده شويه. ليه؟ عشان خاطر الجنيه قيمته بتقل، فهو ده يمكن اللي مخلي الاسعار عاليه جدا في مصر. لكن صدقني يعني ايطاليا واوروبا كلها الاسعار فيها زي الزفت، الاسعار غليت جدا، الايجارات حتى الناس ما بقتش لاقيه سكن انها تسكن، ومش معاه اصلا فلوس، حتى لو لاقي سكن مش معاه فلوس ثمن الايجار. والدليل على كده ان انا اتكلمت في فيديو من الفيديوهات اللي فاتت الاخيره اللي انا عملتها عن الشاب اللي مات هنا في ايطاليا، اللي هو كان جاي يحقق حلمه، الحظ يعني ما ساعدوش وكده وتوفى. فانت ما تعتقدش انك هتركب مركب وهي هتيجي هتلاقي الدنيا كلها ورد في وشك. يعني انا قلت استعجل بالفيديو ده انزله لحد ما نعمل مقابلات، او يعني نقعد مع ناس جايه عن طريق هجره غير شرعيه، والناس دي بقى اللي هتتكلم هم شافوا ايه. الناس دي كلها يعني انا اعرف منهم ناس كتير يقول لك احنا شفنا الموت، احنا ما جيناش واحنا كنا فاكرين احنا هنيجي والموضوع يبقى سهل، احنا شفنا الموت وناس كتيره معانا ماتت واحنا عدينا بالعافيه او ربنا انقذنا بعجوبه يعني. وفي ناس بيبقوا معاهم في نفس المركب وماتوا. فانت يا سيدي ما تتوقعش ان انت هتيجي هتلاقي الدنيا كلها سهله، وما تتوقعش انك هتطلع من مصر ليبيا بسهوله، وتطلع من ليبيا مش عارف لحد ايطاليا بسهوله. انسى الكلام ده كله. الموضوع بقى صعب، الوضع بقى صعب جدا، ما بقاش سهل زي الاول ان انت تقدر تسافر بسهوله او تلاقي امان في الطريق بتاعك. لا، انت بتطلع من مصر ليبيا بتدفع فلوس، من ليبيا لايطاليا بتدفع فلوس، وفي الاخر بتركب مركب ميته، مركب ملهاش وجود اصلا، يعني يا دوب حته خشب بحته موتور قديم، مركب صيد عاديه جدا، وبتبقوا اعداد فوق يعني فوق الزياده. يعني لو المركب مثلا بتاخد 100 شخص، فانتوا ممكن مثلا تلاقوا 300 400 500. المركب ممكن تغرق بيكوا. في غالب الاحوال ان المراكب اصلا بتغرق والناس بتغرق وتموت، والراجل مش هيدخلك ايطاليا، الراجل هيرميك على حدود يعني بتاعه البحر بتاعه ايطاليا، يعني قبل ما يخش ايطاليا، عشان طبعا الجيش مش يمسكه، او اللي هم البحريه الايطاليه مش تمسكه، فبيضطر ان هو يرميكوا في الماء ويقول لك كمل عوم. ففي ناس كتيره بتموت وعدد قليل اللي بيوصل. فيعني من فتره قريبه 350 واحد جايين من مصر ماتوا. طبعا التلفزيون المصري ما بيجيبش تقريبا الحاجات دي، انا ما اعرفش، بس على ما اعتقد يعني التلفزيون المصري مش هيجيب لكم كل شويه مش عارف مراكب راح ايطاليا ماتوا، مراكب راح ايطاليا. لا يا حبيبي، المراكب دي ايطاليا عشان هم بيبقوا جايين ايطاليا، فالتلفزيون الايطالي يعني بيجيب عنها، يقول لك مركب جايه مثلا من تونس، مركب جايه من ليبيا مش عارف عليها كام، مش عارف 200 من مصر و100 من المغرب مثلا. فاهمين قصدي؟ فناس كتير جدا بتموت، وكل يوم بنسمع عن حالات موت من المراكب اللي بتبقى جايه دي، وعدد قليل فعلا اللي بيوصل، واللي بيوصل يا اما بيترحل يرجع تاني بعد المصاريف وبعد الموت اللي انت شفته، وفي ناس بتخش بس طبعا بيدخلوك يرفوك في عيشتك ويكفروا سيئاتك عشان خاطر تزهق وتمشي. فخلي بالك يا صديقي، الموضوع مش سهل، الموضوع انك تيجي عن طريق البحر مش سهل. مش هو اي واحد يقول لك يا عم احنا هنسافر عن طريق البحر، نركب مركب زي بتوع زمان مثلا والمركب تبقى على الاقل سليمه وما تلاقيش فيها الاعداد الكبيره، لان زمان كان اصلا السفر سهل عن دلوقتي. مش الناس اللي هي بتطلع لك في فيديوهات تقول لك ده ايطاليا مثلا محتاجه مش عارف ناس كتير شباب عشان يشتغلوا في ايطاليا. يا عم ايطاليا اصلا مش لاقي تشغل اللي عندها، فهتجيبك ازاي؟ يعني انت عائله، يعني انت شغل دماغك. غير كده ايطاليا لو عايزه ناس هتسهل عليك السفر، مش هتطلب منك 100,000 و150,000 حساب في البنك ومش عارف ايه الضمانات انك هترجع بلدك تاني والكلام ده، مش هتطلب منك كل ده. هتروح جدا تقدم بالبطاقه بتاعتك ومعاك جواز سفرك وهتسافر. بس يعني هو لو بلد عايزه تسهل السفر هتسهلها جدا جدا، مش هتطلب منك الحاجات المميته دي. الموضوع ده مهم جدا وانا كنت لازم اتكلم فيه، لان في ناس كتير عماله تقول لي انا عايز اجي عن طريق البحر. يا عم انت راح تدفع فلوس عشان تموت، انت مش راح تدفع فلوس عشان هتسافر وتاكل عيش، انت راح تدفع فلوس عشان تموت. في اغلب الاحوال والله العظيم بيموتوا، يعني عدد قليل جدا اللي بيوصل ايطاليا، واللي بيوصل ده اصلا يعني بيكون ربنا كرمه اصلا. ويعني انا بقول لكم انا سمعت حاجات كتير من الناس يقول لك احنا اتمسكنا في ليبيا واتحبسنا في ليبيا، قبل ما جم يسافروا راح مجموعه مثلا عصابه ولا مافيا هناك في ليبيا خطفوهم وطلبوا فدية عليهم، واهاليهم بعتوا الفلوس لليبيا والعصابه راحت سايباهم. ما هو هناك ماشيه كده،
ما تفتكرش انك هتروح ليبيا زي ليبيا زمان مثلا هتلاقي فيها الخير وكل حاجه موجوده، وانا ما اعرفش ليبيا يعني اكيد لسه فيها خير برضو، بس ما مش امان زي الاول. يعني مثلا في بلاد كتيره جدا كانت امان وكل حاجه والدنيا فيها تمام، بس موضوع الثورات والحاجات اللي حصلت في بلادنا العربيه دي شقلبت كيان بلاد كتير. فما تعتقدش انك هتروح هتلاقي امان، انت ممكن تتخطف، ممكن تموت. انا مش بقفلها في وشك، انا بفهمك الواقع والحقيقه والحاجات دي. انا شفت ناس كتيره جدا بتبقى جايه يعني اللي هو يعني بتبوس الارض انها وصلت اصلا ولمست رجليها، يعني رجليها لمست ارض، لانه كانوا في كل لحظه معرضين ان هم يموتوا فيها. فخلي بالك، انا مش بعقدك والله، انت مش هتيجي تقعد على راسي، انت هتسافر وهتعيش مع نفسك. يعني انا ماليش مصلحه انك تيجي او ما تجيش، يعني انا ماليش دعوه، بس انا حبيت اعمل لكم الفيديو ده عشان خاطر انبهك. وانت طبعا انت سيد قرارك، يعني انت اللي تقول انا عايز اسافر او مش عايز اسافر، انا هسافر قانوني او هسافر غير شرعي. انت اللي بتختار ودماغك هي اللي بتوديك يمين او شمال. وانا بس حبيت اديك نصيحه لوجه الله عشان خاطر تعرف مخاطر الطريق بتاعك هيبقى عامل ازاي. ما تعتقدش انه سهل، الموضوع هيكلفك فلوس، فانا بقول لك لو الفلوس دي تفتح بيها مشروع في بلدك، ممكن ربنا يكرمك فيها في المشروع ده والحال يمشي تمام. ما تفتكرش انك هتسافر ايطاليا هتبقى غني، يعني يعني فاهم قصدي، مش ما تعتقدش انك لما تسافر هتبقى غني غنى فاحش، لا ما فيش الكلام ده هنا. والله العظيم مصريين كتير جدا هنا اصلا مش لاقيين اللقمه الحاف يعني. فانا بديك نصيحه، انت عمرك ما هتسافر وهتبقى ملياردير. شغل فيلم النمر الاسود بتاع الاستاذ احمد زكي غير واقعي خالص في الايام اللي احنا فيها. يعني كان ممكن زمان يبقى الموضوع واقعي، حاليا الموضوع ما بقاش موجود اصلا. ما تعتقدش انك هتسافر يعني ايطاليا والبلد كل ما هتديك شويه فلوس، ده انت هتقرف في عيشتك عشان تدفع ضرايب عشان بس خاطر يجددوا لك الاقامه. وانا طبعا كنت اتكلمت عن الضرايب في فيديوهات كتير جدا، لدرجه ان في ناس بتقول لي عايزين نفتح مشاريع في ايطاليا. مثلا هو عايش في دوله اوروبيه ثانيه يقول لك عايز افتح مشروع في ايطاليا. يا سيدي والله العظيم ده انت البلد اللي انت فيها ناس اصلا في ايطاليا عايزه تروح هناك. يعني انا مش فاهم، في ناس كتير جدا موهومه بموضوع ايطاليا، ما اعرفش ليه. ايطاليا الاقتصاد فيها ما عادش اللي هو يعني، بالعكس الاقتصاد بتاعها بقى سيء. وطبعا الحكومه الجديده مصعبه الدنيا على الاجانب او الناس اللي هي بتبقى لسه جايه ايطاليا غير ايطاليين يعني. فحبيت ان انا اديك نصيحه لوجه الله، خلي بالك السكه دي وحشه خالص، سكه سيئه جدا، واسوأ قرار ممكن تاخده في حياتك انك تيجي عن طريق البحر. انا حبيت اديك نصيحه لان في ناس كتير شفتهم اللي بيعيط مثلا يقول لك انا زميلي كان جنبي في نفس المركب وغرق ومات وانا يعني اتنجيت، ربنا نجاني. فخلي بالك في ناس كتير جدا بتعيط وناس شافت موت بعينيها. ما تتوقعش كمان انك هتيجي هتبقى ملياردير، انت هتيجي مش هتلاقي اللقمه الحاف تاكلها. يعني انا بديك واقع، وناس كتيره جدا والله بقى لها شهور لسه بتدور على شغل. يعني الناس بقى لها شهور في ايطاليا وبتدور على شغل ومش لاقيه. فانا بديك نصيحه، لو عايز تسافر سافر عن طريق البحر، لو مش عايز تسافر عن طريق البحر ما تسافرش، لو عايز تيجي قانوني تسافر، مش عايز ما تسافرش. انا مش بجبرك على حاجه، انا بفهمك الصح والواقع. والناس اللي عماله تبعت لي اسئله كتير تقول لي عن طريق البحر ده ردي ليكم. يا ريت تكونوا تابعتوا الفيديو من بدايته لنهايته، لان كل كلمه فيه هتهمك. لو انت طبعا بتعدي نفسك كده اللي هو بتجري الفيديو، فما انصحكش خالص انك تشوف الفيديو، من الافضل يعني، لانك مش هتستفاد حاجه ومش هتتعلم حاجه. انا حبيت اديك نصيحه عشان خاطر بس اكون عملت اللي عليا واكون وعيتك، اديتك الوعي الكامل. ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك يا عم ده السفر عن طريق البحر سهل وايطاليا هترحب بيك والكلام ده، والله الكلام ده مش موجود اصلا يعني. فما تخليش حد يضحك عليك ويشغلك دماغك ويوهمك ويعيشك في وهم كبير بس. فمعلش انا طولت عليكم في الفيديو ده شويه، بس كان لازم اتكلم بالتفصيل. وطبعا لو انت لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تنزل تشترك، تدينا لايك الحلو بتاعك، فعل زر الجرس. وعندك اي سؤال يا ريت تكتب لنا كومنت، واحنا ان شاء الله اول ما يجي لنا الاشعار هنرد عليك. يا ريت تدعمنا بالاشتراك بتاعك، عايزين نوصل لل1000 يا شباب. مش تتفرج على الفيديو تاخد معلومتك وتمشي، زي ما انت ما بتستفاد مننا او احنا بنحاول نفيدك بمعلومه انت مش هتلاقيها في اي مكان بسهوله. فيا ريت تفيدنا بالاشتراك بتاعك عشان القناه بتاعتنا مش تتحذف من اليوتيوب. اشوفكم على خير، سلام.